مش هتبطلي التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص الخمرة عملت برومة في دماغك؟ أنا عاملة حساب لعضل التربة وسايباك عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا هيهمني عظم تربة ولا هيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعلى السرايا عدل. وطبعا انت ست العارفين وعارفة أنا ممكن أعمل فيكي إيه. أدينا أهو واقفالك على رجليا وبمشي أهو، يعني إيدي طايلة وأقدر أعمل كل اللي أنا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه، علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى رقبتك. وهقول لك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي. الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني ب3 عيون. العين التالتة هي ابني افندينا اللي لازما يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت، والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس، كلمة أفندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي أبوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه، وكفاية عليك التهيؤات اللي مطيرة النوم من عينك. أديكي شفتي نص الحكاية. لو تحب تعرفي النص التاني أحكيهولك. أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس وخان أخته وخان أخوه وخان رجالة بجد، وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، أنا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي. هددوني وأنا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانة تمنها موت. ارحمني يا أبو خميس. ما كفكش هوان ولساك عمال تعيط زي الحريم. الرحمة يا ضاوية، ده أنا أخوكي. في شغلتنا الرحمة خيبة تكسر صاحبها وتوصله للي انت فيه، وزي ما قال أبو خميس تمن الخيانة الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا كبير، سيب لنا الشرف ده. لا يا ضاوية. يلا يا خميس. يا حبيبي يا اخوي، يا مرار المرار، يا مرار المرار، يا مرار، يا حسني، يا حبيبي يا اخوي، يا مرار المرار، يا مرار المرار. انتم يا اخوي، انتم هنروح فين من بعدك يا اخوي؟ يا لهوي، يا لهوي، يا مراري هنروح فين من بعدك يا مراري؟ الحقونا يا ناس، الحقونا يا اخي، الحقونا. عرفت ان انا محوطاكي حتى في منامك. لو عايزه تحصلي ابوكي ارمشي بس بعينك وقولي اللي شفتيه، وساعتها هتموتي بدل المرة 1000، بدل المرة 1000.
السر في شوق يا هبل، مش في ابو سنه. شوق؟ وايه دخل يا حاج شوق بالحوار ده؟ شوق شوق هي ترياق ابو سنه، هي اللي قافشه سره وملوداه وراها، وهي اللي مالت مخه وجابته لحد عندنا هنا، وهي اللي هتجيب اجل خميس. بس خميس مش هيديها فرصه. ها؟ وانت ايش عرفك؟ متهيألي يعني انه مش سهل وهي يعني ما ينفعش. اللي يسمعك كده يقول انك تعرفيه كويس. انا؟ وانا اعرفه منين؟ يعني انا بسمعكم بتتكلموا. بنت يا سوريا. ايوه يا معلم. نعم. بنت ظبطي الحجر قبل ما يفحم. حاضر. اهو يا معلم. مالك يا مطر؟ ما تقعدي، مدينانه ولا ايه؟ لا اصل انا تعبانه، هخش انام، دخت من اللف طول النهار. تصبحوا على خير. عاوز مني حاجه تانية يا معلم؟ لا خشي نام انت كمان. طب بالاذن. مراتك الايام دي رجلها خارت على الخروج. عادي يا حاج، بتنزل تتسوق. انت عارف بقى مخ الحريم. ايوه، يبقى اسالها كده وشوف هتقول لك ايه، وبقى تعالى قول لي. ليه يا حاج؟ انت قلقان من حاجه؟ اسالها الاول بس. بتقول ايه يا خميس؟ اللي سمعتيه ياما. انا راسي متلخبطه ودماغي هتتشقلب قصاد عيني. ابو سنه راح للنوح، هي حصلت. اخص عليك يا ابو سنه، تروح للنوح برجليك. الظاهر كان معاكي حق ياما. احنا مش في مين اللي معاه الحق، احنا في المصيبه دي اللي لازم تتلم. انا بادر وراه رجاله في كل حته، بس زي ما يكون قرص فوار ودايب في كوبايه ميه. مفيش غيرها العقربه مراته، بخت السم في ودنه ورميته في سكه النوح. معلوم. اما سدت السكه في وشها هنا، رمت هلب هناك ودورت بقى شريط ذكرياتها القديم لحد ما وقفت في محطه النوح وقالت نرجع اللي كان ونلم الكل بنت الغزيه. وهو ما صدق، لبد في العظمه. جايله على طبق فته ابن الجعانه. الخبر ده لو اتسرب هيبقى مطب عفش. حكايه النوح دي لازمها جفله. والترامادول ده ممكن يشوه الجنين اللي في بطنك ويخليه يتولد مش طبيعي وتعيشي عمرك كله شايفه بلاوي متجسده في ابنك. انا وحياة ربنا ما اعرف يا دكتور، دول قالوا لي ده بيسهر وبيخلي الواحد يصلب طوله كده ويقدر يقف على حيله للصبح. وللاسف هو ده الوهم اللي بيصدقوه ناس كتير، وفي الاخر بتكون النتيجه بلاوي سودا محدش يقدر عليها. انا بحذرك يا رمانه، لو ما بطلتيش دخل البرشام ده الله اعلم الجنين اللي جاي ده هيبقى شكله عامل ازاي. انا عموما ما حبيتش اكبر الموضوع واعمل لك مشكله ان حسيت انك غلبانه ومش فاهمه حاجه، بس اديني بفهمك. لو ما سمعتيش كلامي يبقى قضيتي على اللي في بطنك ومش هشوف النور. حاضر يا دكتور، حاضر. توعديني؟ اوعدك. السلام عليكم. مع السلامة يا دكتور. ها طمنيني، خلاص هتخرجي؟ الله يخرب بيتك يا بعيدة، الزفت اللي انت كنتي بتديهولي ده كان هيضيعني ويضيع اللي في بطني. اسمعي يا بت، بقول لك ايه، انا مش عايزه جنس مخلوق على وش الارض يعرف ان العيل ده لسه موجود. حتى افندينا؟ خصوصا افندينا. طب ودي حاجه تستخبى يا اختي، ما مصير المستخبي يبان. ساعتها يبقى ربنا يحلها، انما لحد ما يبان لسانك اللي عايز القطع ده ما ينطقش بكلمه لجنس مخلوق. انت فاهمه؟ امرك. بس انت ناويه تروحي الشغل برضه؟ لا، شغل ايه، انا خلاص تابع عليا ربنا. علاجك ده انت مش بتحمي نفسك بس بيه، انت كمان بتحمي بيه حبيبتك اللي نفسك تتجوزها. مش انت نفسك تتجوزها برضو يا شادي؟ اكيد. ومالك مكسوف كده ليه؟ الحب ما بيكسفش،
الحب بيخليك سو سترونج وعندك انرجي وباور، وبتبقى نفسك تقول للعالم كله ان انت بتحب، مش كده؟ كده يا دكتور، بس انا مش فاهم هما احميها ازاي من الترامادول؟ هو بيأثر عليها هي كمان؟ اكيد لما تتجوزوا هيبقى نفسك تخلف منها. البيبي ده ممكن والسموم دي كلها في جسمك يا اما يطلع مشوه او لا قدر الله يموت. يموت؟ الدرجه دي الترامادول بيعمل كل ده؟ بس احنا خلاص يا شادي نضفنا جسمنا من كل السموم دي، وانت وعدتني انك استحاله ترجع لها تاني، صح؟ صح. You promised. صباح الخير. اهلا بالقمر. بص بقى، انا جبت لك كل الكتب اهو عشان ما يبقالكش حجه. هتذاكر وهتستعد، مش هيفوتك اي حاجه خالص، وهتطلع من هنا وانت زي الفل. برافو عليك يا مريم. وانا كمان محضره لك مفاجاه جامده جدا. ايه هي؟ رامي ويحيى خفوا وجايين هما كمان يسلموا عليك. رامي، يحيى، شادي، رامي، شادي، يحيى. الحمد لله على السلامة. عاملين ايه يا شباب؟ وحشني. ازيك يا يحيى؟ احنا لازم نرجع نذاكر تاني يا معلم. لازم. يلا يا شادي، ما عندناش وقت. يلا بينا. اتفضلوا. خدت الكتاب ده؟ معايا في البيت. ده انا اول مره اشوفه. هنذاكره. التلفزيون بوظ دماغ الخلق، كله بتاع كلام، كله كلام وبس. عيش يا ذبابه، واحنا شعب نموت في الكلام. الناس دي لو بتحب البلد بجد يمشوا ورا دماغي. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي. هما مش بيقولوا السياحه مضروبه؟ السياحه مضروبه ليه؟ ليه؟ عشان السايح من دول ورا مزاجه يمشي ورا مزاجه. فاحنا لو جينا عملنا كام مدينه على كام بلد جوه مصر زي شرم الشيخ، اسوان، البلاد السياحيه دي، عملنا فيها الحشيش رسمي. يعني السائح يقف قدام الكشك يشتري سجارته، يشتري قرش حشيشه، يشتري بفرته. بس جوه المدن دي بس مش سبهلله. يعني اللي يتمسك بره البلاد دي بحشيش ربنا يتولاه، واللي يفلت يبقى حلو. الغرض ان نتفرج بقى على السياحه اللي هتجيلك، سياحه خارجيه عشان يدوقوا حشيشنا، وسياحه داخليه عشان عارفينه. اتفرج بقى، ساعتها الدولار هيبقى ب 75 ساغ. ده غير الضرايب اللي هتدفع للبلد، حق البلد. الله عليك يا فندينا، اللي بالحق صحيح. هو الخال فين؟ موجود. يعني الكلام اللي بنسمعه دون في الكليتش. كلام ايه يا معلم؟ الكلام اللي عم بيتقال في السوق انكم اختلفتوا. لحد هنا وفرمانه يا معلمين. يا زبابه. ايوه يا فندينا. الله، انت زعلت ولا ايه يا فندينا؟ يحط مناخيره وسط العيله دي يتفرم. الخال يعني يا فندينا، ويا فندينا يعني الخال، والعيله لا مؤاخذه كده منفذه على بعضها، والعزوه صلبه الظهر، وانتوا عارفين مفرقه لحد فين. احنا بنطمن يا معلم، وكان غرضنا. مفيش غرضنا، الكلام جاب اخره يا معلمين. ايوه يا فندينا، بس احنا لسه ما اتفقناش على المصلحه. مفيش اتفاق، وكل واحد هياخد اللي يترمي له ويشتغل بيه. الكلام معايا على الكيف. يا زوز، امر يا فندينا. وصل الرجاله، يظهر الدخان توالهم. اتفضلوا رجاله، نشم هوا بره مع الخضره. انت زبابه. دوم الواجب يا معلم. واجبك واصل يا ابوي. اجلي دورة يا جيم. يا دي رمانه، احنا مش هنخلص من الحدوته دي. راجل سعادتك بتاع الاخضر قالب الدنيا عليها ومش عاجباه ولا نمره، هيموت عليها سعادتك. طب والبنت اللي معاها راحت فين؟ فص ملح وداب ملهاش ولا اثر، وقافله تليفونها سعادتك. حمل على بوسي. بوسي سعادتك مستحمله اكتر من طاقتها، عامله زي السد العالي، لو حملنا عليها اكتر من كده هينهار ومش هنلاقي ولا نقطه ميه. والراجل سعادتك مليان دولارات خضراء لازم نحافظ عليه. استأذن معاليك بوسي السد. ارد؟ لا، خلي السكرتيره ترد. الو يا بوسي. يا روح. ايه؟ طب اهدي بس. الله 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 يخرب بيتك ويخرب بيت اللي يعرفك. انا هتصرف. فيلي. ايه سحنتك اتقلبت ليه؟ سعادتك الحكومة عكشت البت بوسي هي والبنات اللي معاها، يكونش ماشيين في الحرام سعادتك. يخص على الحكومه،
هم مش عارفين هي شغاله مع مين. خميس؟ ايه نايم بدري ليه؟ عندك مدرسه الصبح. اتفضل يا فندينا اتفضل. ايه المفاجآت الحلوه دي؟ مفيش، لقيتك ما بتسالش قلت اسال انا. اصيل اصيل. اصل انا بس غصب عني متكحرت في حوارات كده يعني. حواراتك كترت قوي يا متر. حوارات ايه؟ القضايا اللي انت شاغل روحك بيها والحوارات اياها دي، والكلام كله بتاخد منه ملاليم، وسايب شغلنا احنا اللي بملايين. انت عارف يعني، ما اصل حاجات كده يعني. ما انت بالك يا متر، مش على بعضك ليه؟ ليه مش على بعضي؟ ما انا مبعضت فوق بعض اهو. خمسة في عين اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي. ما صدقتش روحي لما البنات قالوا لي ان انت هنا. الهلال طلع والرؤية بانت وافنجينا رجل عشه القديم. بقول لك ايه، المرة دي الغيبة طولت قوي يا كبير. ما احنا بقى عايزين نجيب بقية البنات كده وتدلعها يا فندينا النهارده. يلا عينيا. لا 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 لا، كله بأوانه يا ام سامية. الرجل الدب مطرح ما المزاج يحب. طيب الليلة دي انا مزنوق في غطران. اخصى عليك، انت اتغيرت قوي يا فنجيل. اخصى عليك يا بنت، اتغيرت. يلا يخرب بيتك، عايز الراجل في شغل. بقول لك ايه، انت يا اخويا تخلي الباب موارب. يمكن تتزنق في مسامية. يتوب علينا ربنا. والنبي عسل. يلا يلا يا ولا سيب الأكرة هتتخلع في ايدك. امشي يا بنت يلا روحي وضبي القعدة تكون ايدك. بتقول له سيب الاكره. ما هو غاوي اوكر. لا اصل ما خدش اكره الشهر ده. طبعا هتوس وش بشويه ميه عشان افوق. سمعت حاجه على اللي حصل من الخاله بدران؟ وطبعا انت شربت الكلمتين وبلعت بكام قميص نوم. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ايه اللي انت بتقوله يا حمار؟ جرايه يا حاج في ايه؟ حد يسمعنا عيب، احنا مش في البيت برضه. قمصان نوم ايه دي ياض اللي بتخرج لها كل يوم والتاني؟ مراتك متغيره، شوفها مالها. جرايه يا حاج في ايه؟ انت هتسيح لي ولا ايه؟ شغلتنا دي لما تحس بحاجه غريبه لازم تعصرها تحلبها لغايه ما تجيب اللي بطنها. بصراحه يا معلم انا شايف انك مكبر الموضوع حبتين. بصراحه بقى انا اللي شايف انك مكبر دماغك حبتين وتلاته لحد ما هتلبسنا في حيطه. يا واد اتعلم بقى. انا لو عملت زيك كده كان زمان سوريا دي سلمتنا للحكومه تسليم اهالي. شفت الفال المنيل؟ شفت؟ انما انا لما حسيت منها بحاجه غريبه اتدبقتها لحد ما هرشت وساخت امها، استعملتها لصالحنا. وانت برضه يا حاج هتجيب مطره زي سوريا؟ الاتنين نسوان، لدغتهم والقبر. الله يرحمك يا غريب يا ابني. معقول المعلم ابو سنه يعمل كده؟ والسوق كمان بيلسن بكلام مش عاجبني. عشان كده سالتني سمعت حاجه ولا لا؟ قلت يمكن وصلك انت كمان حاجه. وهيوصلني منين؟ وانت ناوي على ايه يا فندم؟ مش عارف يا بدران، عقلي هيشت. ده الخيل. والست ضوي شايفه ايه؟ انا عارفها كويس، اللي هيدوس لها على خيالها هتفرمه حتى لو كان اخوها. هو مين اللي وصل لك المعلم ابو سنه راح للمعلم نوح؟ من امتى بتسال في اللي بالكش فيها متر؟ لا انا بس كنت عايز وبعدين مش يمكن اللي قال لك كداب؟ لو كان كداب كنت عرفت. واضح ان الحكايه مكدراك على الاخر. مش حكايه الخيل بس اللي مكدراني.
في حاجة تاني؟ ايه خير؟ رمانة ليه مالها؟ يا رب تكون بخير يا رب. وشرف يا نجمة ما حد قال لي. أنا عينيا الاتنين ما سلموش على بعض ولا ضاقوا طعم النوم من ساعة ما عرفت الخبر اليقين. أقول لك على حاجة يا نجمة، أنا لو أعرف بالخبر ده من بدري أنا كنت جيت حتى قبل ما تخش المستشفى. لا، طالما حلفت بشرفك يبقى صدقك. ألف حمد لله على السلامة وألف مليون مبروك لنجمة الجيل والقرن. لا 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 لا، أقول لك على حاجة، أنت محسودة. لا لا لا، محسودة ولازم تترقي ولازم يتعمل لك زار، ومش زار مصري كمان، زار يوناني زي اللي اتعمل في فيلم زوربا. أنت عرفت منين إن أنا هنا؟ ماي هارت فط قدامي الصبح بدري وسألته سؤال، وير يو جو؟ قال لي اي جو في الرمانة. أزعل ماي هارت؟ أقول لك على حاجة يا نجمة، اللي بيتكلم قصادك ده مش الملط بيضون، ده الهارت بيضون. ما تقصر، أنا مش مستحملة، شكلك عايز حاجة، قول وخلص. البت بيسا قالت لي. قالت لك إيه؟ إيه مالك اتخضيتي كده ليه يا نجمة؟ قالت لي إن أنت هتخرجي الصبح بدري. وده يهمك في إيه إن شاء الله؟ ما يهمنيش ازاي يا نجمة؟ انت مش عارفة قيمتك وغلاوتك عند الجماهير العريضة. الجماهير العريضة في الوطن العربي بتهتف باسمك وبتهتف حوالين المستشفى وبتقول الشعب يريد رمانة من جديد. ما تطرش الكلمتين وتخلص. جرى ايه؟ انا مش مستحملة، احنا في مستشفى. الزبون سقع ومتشفي وجاهز على الشوي وجاي من بره وحسابه في البنوك بره ملوش سقف، حاجة كده تحس انها هو حتى وانا في المستشفى وعلى سرير المرض يا ابني. دج يا نجمة، دايما بتنسي. والمصحف الشريف كلمة زيادة لا تلاقي سكينة زي دي خارزة في رقبتك وطالعة من قفاك. ده جزاتي ان انا جاي لك وايديا مش فاضية؟ لم نفسك ولم حاجتك واتكل يلا. وحياة شرفك اللي ملوش وجود يا ملط، لو شفت خلقتك دي تاني قدامي هقتلك. على العموم انا مستني ردك. ميرسي يا نجمة. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا بدران؟ خميس اللي قال لي بعضمة لسانه سعادتك. خميس يعمل كده؟ ده اللي حصل مع عليك وكان لازم ابلغك. خميس كان فاكر ان هيحط العمروتي باشا في جيبه بجوازته من بنته، ما يعرفش العمروتي باشا ممكن يعمل فيه ايه. اتاري البت زفته رمانه مختفيه. مختفيه ازاي ما عليك؟ الملط دخل عليها ما لقاهاش. تلاقيها في المستشفى عشان قال لها تنزل اللي في بطنها. وبعدين معاك يا بدران، ما بلاش السيره دي يا اخي. انا اسف ما عليك، عارف الموضوع يضايق بس خميس بقى هنعمل ايه؟ سيبني لوحدي دلوقتي يا بدران. امر عليك، سعادتك تؤمر واحنا ننفذ اللي انت عايزه سعادتك. اخص عليك يا خميس تعمل كده في الباشا اللي لحم كتافنا كلنا من خيره. اخص. ما تمشي يا بدران. حاضر سعادتك. اخص عليك يا خميس. اخص. بسم الله الرحمن الرحيم. منابك ياما، منابك يا كرومه، هاتيلي رغيف. وده بقى منابك انتي. اما ده مناب افندينا. ايه مالك؟ حاسه بألم فظيع في معدتي من الملط اللي انت لابساه ليل ونهار. لا لا لا، انا حاسه ان الاكل ده فيه حاجه. الاكل فيه حاجه؟ حاجه ازاي يعني؟ مش عارفه، انا هقوم. لا يا عودي، وهخلي شرابيه تعمل لك حاجه سخنه. لا لا انا مش قادره. طب استنى اجي معاكي. لا انا كويسه. طيب
صباح الخير يا ست رمان، اساعدك في حاجه؟ خلاص يا حبيبتي انا خلصت. الف حمد لله على السلامه، ولو انك هتقطعي بينا قوي. الله يسلمك يا حبيبتي. خدي تاني، كفايه اللي انا خدته منك. دي حلاوه الخروج يا بيت. ربنا يخليكي لينا يا رب، عشان انت حاسه بينا وحاسه بالغلابه. ويخليكي. عايزه حاجه؟ تسلمي لي. مع السلامه. انت على طول كده ايدك مخرومه، لميها شويه يا ست، اللي جاي رايح واللي رايح جاي. ايوه بس انت دلوقتي سايبه الشغل. لا لسه فاضل لي ليله واحده بس اروحها، وبعد كده محدش هيعرف لي سكه. يا الف نهار ابيض، يا الف ليله بيضه، مبروك يا حاجه، ولي العهد على وصول. الكلام ده صحيح يا دكتور؟ طبعا يا حاجه، بس انا ما رضيتش اقول لك الا لما اعمل لها اختبار الحمل واتاكد. تسلم يا وش السعد، تسلم يا وش الهنا، تسلم يا دكتور. شربيه. نعم. بل الشربات، واول كوبايه يشربها الدكتور. عمرك يا حاجه. تسلمي لي يا حاجه. مفيش داعي للشربات يا حاجه، اهم حاجه من بكره تجيلي عشان نكمل بقيه التحاليل. طلباتك اوامر يا دكتور، بس لازم تشرب الشربات. امرك يا حاجه. الحمد لله، بيضت وشي يا رب. الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله. ايوه ايوه انا عايز احاسب دي، وعايز شويه كده يعني. قولي نفسي في حرنكش يا خميس، نفسي في سيخ يا خميس، حاجات الوحم دي توحمي براحتك. هتصدقي لو قلت لك ان انا عشت عمري كله مستني اللحظه دي؟ طبعا هصدقك، عشان انا عارفه الحكايه دي مهمه قد ايه بالنسبه لك. عايزه راجل من ظهر راجل. ليه بقى؟ وما تنفعش بنت؟ لا 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 بنت ايه؟ لا انا اقصد يعني كل اللي يجيبه ربنا حلو طبعا، انما انا نفسي في واد. وانا كمان نفسي في ولد يكون شبهك. خلاص بعد ما نجيب الواد هاتي دستة بنات شبهك. ليه بقى؟ هو انا ارنبه؟ لا قمر 14. حاسب يا خميس، حاسب. معايا يعني ايه شو؟ يعني رجلي على رجلك يا عينيا، يعني مش هتروح في حته غير وانا معاك. دي قاعدة رجاله شو؟ طب وفيها ايه؟ ما انا هبقى قاعده في حمى جوزي سيد الرجاله. يا ابو سنه انا ما برتاحش للنوح، وابنه نبو ازرق، مش عايزاهم يحسوا ان انت لوحدك. يعني انت اللي هتعميني؟ فشر، ده انت تحمي مدوريه. بس يعني لو عين واحده كفايه، كان ربنا ادانا التانيه ليه، وايد واحده ما بتسقفش. ايوه شو بس شكلي حلو. شكلك 100 فل و10. وبعدين معرفش ليه يا اخويا، انا حاسه كده ان في الليله دي هيبقى ليا موقف جامد. ايوه، خلينا بقى نقب على وش الدنيا ونخلص بقى من الركش اللي احنا فيه ده. مش يلا بينا يا سيد الرجاله، احسن نتاخر على الرجاله. تعالى. ده كلام يتقال برضو. اما انت بنت رقصه بصحيح، ما تمرش فيك الحنيه وطيبه القلب. امال مضايقها عليا كده قوي ليه يا معلم؟ بحبك يا بنت وبخاف عليكي. الله، هو الواحد لما يخاف على جماعته تسموها خنقه ولا حبسه؟ اما انت استطاعت عليكم شويه حاجات. بص يا معلم، انا طول عمري عايشه خدام، بستحمل شخط دي ونطر ده، ما دقتش طعم الحلو إلا لما جيت بيتك. ودلوقتي بعد ما بقيت مراتك تعاملني المعامله الوحشه دي، يبقى حرام عليك. لو لسه يعني يا اخويا شايل في قلبك من ناحيتي حاجه قولي، وانا اجيب لك مصحف واحلف لك عليه اني ما بعملش اي حاجه وحشه في حقك والله العظيم. يا بنت يا بنت، وانا يعني محتاج حلفانك علشان اصدقك؟ ده انت بنت عبيطه قوي يا بنت. انا من طلة عينك اجيب اخرك، ولا تكونيش فاكره نفسك ناصعه وتقدري تضحكي على النوح. فشل يا معلم، ينقطع لساني قبل ما اقولها. مش هيلحق يا روح المعلم، مش هيلحق، لأن يومها السر الإلهي هيطلع ويسلم الأمانة لصاحبها. أيوة كده، ابلع ريق قبل ما ينشف، تلاقي روحك في الطل صلت ملط. اللي تؤمر بيه يا معلم. يبقى نعمل إيه بقى؟ تبوسي إيدك وش وظهر وترضي باللي حرمهولك.
ناولين العصاية. والله زمان يا ست شو. ما انت عارف بقى يا معلم، الرجل بتلف تلف وترجع مكان ما بتحب. مش تخلينا في الشغل احسن؟ انا شايف كده برضه يا معلم ابو سنه، احنا نخلينا في الشغل احسن، نلخص يعني وننجز ولا يا حاج؟ انت قلت يا معلم انك عارف خبايا المصلحه اللي بيحضر لها خميس. حصل. بس ما تاخذنيش في كلمه يعني يا معلم ابو سنه، انت دلوقتي بينك وبين افندينا مشاكل، يعني ممكن جدا الحاجات اللي انت تبقى عارفها تتغير. جايز ممكن نغير الميعاد، نغير المكان، انما الكلام نفسه مش هيتغير. طب ولازمته بقى معلم ابو سنه كلام من غير لا ميعاد ولا مكان؟ طب انا عندي بقى الحل اللي يجيب الفايده كامله. وايه هو بقى الحل يا معلم؟ انت لازم تتصالح مع خميس. ايه؟ الصالح؟ وتيجي منك انت يا معلم نوح؟ انا صالح مع خميس؟ لا، اذا كان ده الكلام اللي عندك يبقى كل واحد فينا من سكه. استنى بس يا معلم. استنى ايه يا شوق؟ ده كلام رجاله مالكيش دعوه انت بيه. بالهداوه بس يا معلم ابو سنه، بالهداوه، اسمع الكلام للاخر. هداوه ايه؟ ما انت سامع ابوك بيقول ايه؟ انت عايز توصل لايه بالظبط يا معلم؟ ومين قال ان المعلم ابو سنه هيروح لحد خميس؟ امال مين اللي هيروح له؟ انا؟ اسم الله عليكي واعيه، طول عمرك واعيه وترقصيها وهي طايره. لا يا معلم نوح، لا انا ولا مراتي معتبين بيت خميس. هو في ايه يا معلم؟ انت بتمتحننا هنا ولا ايه؟ عيب عليك يا ست شوق، معاش ولا كان اللي يقول كده، ده مجيتك ومجيه المعلم ابو سنه على راسنا من فوق ولا ايه يا معلم؟ المعلم النوح قصده خير يا معلم. خير؟ هيجي منين الخير؟ هيجي منين الخير بعد ما نطاطي وندوس على كرامتنا ونروح لخميس بعد اللي حصل؟ معلم، خميس مراته الجديده حامل. ايه؟ حامل؟ ايوه حامل، حط الباشا في جيبه وطواف عبه. ولو ده حصل يبقى رحنا كلنا بلاش. ايوه، ايه الفايده من مروحنا برضه؟ الفايده في الخبر التاني يا معلم ابو سنه. وايه هو الخبر التاني؟ رمانه كمان حامل من خميس. رخرة؟ عشان دي آخر مرة هتشوفني فيها. ايه اللي حصل؟ كشفوكي؟ لا، أنا اللي هكشف روحي عندهم وهقول لهم. تقولي لهم ايه؟ هقول لهم على الاتفاق اللي بينا. ليه؟ عشان ما شفتش منك غير كلام وبس يا خميس. طار جوزي كل يوم بيلف حوالين رقبتي أكتر من الأول. قلت لي إنك هتخلصني وما خلصتنيش. خلاص هقول لهم بقى وتخلصوا على بعض واخلص معاكم. اهدي عليا بس، ما تاخدينيش بالحامي كده، اهدي عليا، هوفي بوعدي انما في وقته. امتى وقته؟ اصبري عليا بس اليومين دول، حكايه الخيل ملخبطاني على الاخر. اسمع يا خميس، آخر الكلام اللي بيني وبينك، لو ما خدتش طار جوزي، طاري هيبقى عندك زي ما هو عند النوح بالظبط. سلام.